لو ما جربتيش الفراخ بالطريقة دي فصدقيني انتي فايتك كتير جدا. بصوا سهلة وسريعة وبتتعمل كلها في نفس الطاسة، والصوص بتاعها حلو جدا. تعالوا مع بعض نشوف احنا عملناها ازاي. اول حاجة معانا طاسة تكون بتدخل الفرن او ممكن نعملها في صينية، وبعدين نحط فيها شوية سمنة وننزل في الفراخ كده عليها علشان تاخد صدمة. ومعانا هنا توابل: معلقة كبيرة بابريكا، معلقة كبيرة بصل باودر، معلقة كبيرة توم باودر، ربع معلقة قرفة، ربع معلقة جنزبيل، معلقة فلفل اسود، وطبعا الملح بتاعنا. هنبتدي بقى ان احنا نحط كده شوية توابل على الفراخ، وبعد كده نقوم قلبينها على الوش التاني على طول بعد كده ما خدت لون حلو. ومخلي بالكم ايديكم تبقى سريعة جدا لان النار عالية وممكن التوابل تتحرق، فخلوا ايديكم سريعة. انا عايزة بس ادي سن التحميصة للتوابل علشان يبقى فيها ريحة التدخين كده من البابريكا اللي انا حطاها. هبتدي بقى ان انا احط توابل كمان، وعلى طول على طول هبتنزل بالسمنة بتاعتي واوطي النار بتاعتي طبعا لان النار بتاعتي كانت عالية. هوطي النار علشان الزبدة ما تتحرقش، واختاروا نوع زبدة يكون ريحته حلوة وطعمه حلو علشان خاطر هي دي اللي الطعم بتاع الفراخ بيعتمد عليها. هنزل بفصوص توم سليمة بتدي طعم حلو قوي وريحة حلوة، روزميري وزعتر فريش او مجفف اللي عندك، ممكن كمان ما تحطيهمش، وممكن كمان تحطي ريحان بيدي ريحة خرافية. هبتدي بقى ان انا اخد من الزبدة كده لما ساحت واحط على التوابل من فوق علشان تمسك فيه الجلد بتاع الفراخ. ممكن كمان اعمل شقوق في الفراخ علشان الطعم يوصل اكتر ليها. هبتدي بقى ان انا اقلبها كده ولحد ما اتاكد ان هي خدت لون من كل حتة وان الزبدة وصلت لكل حتة فيها وغلفتها. بعد كده هقوم مطلعاها جنبي علشان خاطر ابتدي اعمل في تركيبة الصوص اللي هيستوي فيه الفراخ. في نفس الطاسة كده هجيب معايا بصلتين كبار انا عاملاهم في الكبة، وممكن تعمليهم حلقات بس انا عملتهم في الكبة علشان ايه يعني يتحمروا بسرعة ويتكرملوا بسرعة. هحط عليهم كمان رشة من التوابل اللي انا كنت عاملة بيها الفراخ، وكمان معلقتين كبار من السكر، وابتدي ان انا اكرملهم. خلي بالكوا ان البصل عندي متقطع صغير يعني وقت الكرملة هيبقى سريع جدا. هي خدت حوالي معايا من دقيقة لدقيقتين. وبعد كده قمت نازلة عليهم بمعلقتين كبار من خل العنب الاحمر، وممكن كمان خل تفاح، وممكن لو مش متوافر خالص الخل العادي بتاعنا بيدي برضو طعم حلو معاها. كمان هنزل بعد كده بكوباية مية كبيرة واقلبهم كويس مع بعض، واتأكد بقى عندي هنا من الطعم لو محتاجة ملح او محتاجة حاجة اخدها. بصوا اللون بتاعنا تحفة. اتأكدي من الملح بتاعك في الخطوة دي قبل ما تنزلي فيه الفراخ علشان خاطر الفراخ بتاعتك تطلع طعمها معتدل. هنزل بقى الفراخ تاني في الصوص، وابتدي ان انا ادهن عليهم برضو من الصوص بتاعهم كده واسيبهم يغلوا مع بعض حوالي 5 دقايق على النار من فوق. هبتدي ان انا اسخن الفرن في الوقت دوت على درجة حرارة 200، وهغلف الفراخ بالفويل وادخلها الفرن اول ربع ساعة. وبعد كده اطلعها اشيل الفويل علشان تاخد الوش الحلو ده، واسقيها تاني من الصوص وارجعها الفرن تاني ربع ساعة تانيين. يبقى الوقت كده معانا كله نص ساعة، وطلع معانا الفراخ والصوص القمر ده. حلو جدا، جربيها. أكلة سريعة للصيف جنبها حبة رز أو مكرونة وحبة سلطة، وجبة متكاملة. لو عجبتك الوصفة متنسيش تعملي فولو وتتابعيني. سلام.